تعرف إن في براندات عالمية لما بضاعتها ما بتتباعش ما بتعملش عليها خصم، بتولع فيها وتحرقها. أيوه زي ما سمعت كده، بتولع فيها وتحرقها. مش بتحرق أسعارها، بتولع فيها وتحرقها حرفيا. سنة 2018 اتعرف إن بيربري البراند البريطاني الفخم حرق هدوم وبرفيومز ب 28 مليون جنيه استرليني، ده كله في سنة واحدة. الفضيحة وصلت للبرلمان البريطاني نفسه، وما كانوش لوحدهم. شركة ريتشموند صاحبة كارتيه ومجموعة من أكبر براندات ساعات جمعت ساعات من التجار بمئات الملايين ورجعت فكتها بايديها. عمرك سألت نفسك ليه ممكن ده يحصل من البراندات؟ اقول لك انا، عشان ارخص حاجه عندهم ممكن يعملوها هي الخصم. اول ما الناس تشوف البراند الفخم خصم 50%، الحلم اللي بيبيعوا البراند ده بيموت. اللي دفع بالسعر كامل حس انه اتضحك عليه، واللي جاي يشتري هيستنى التخفيضات. الخصم يمكن بيزود في ايراد النهارده، لكن بيقتل البراند نفسه. عشان كده هيرمز عندها حاجه اغرب، عندهم شنطه اسمها بيركن، حتى لو معاك فلوسها برضه مش هتشتريها، في لستة انتظار. وده لانهم فاهمين ان هم مش بيبيعوا شنطه، هم بيبيعوا الندره وصعوبه انها تبقى ملكك حتى لو معاك فلوس، عشان مش اي حد يبقى عنده شنطه بيركن. فيفضل اللي معاهم فلوس عندهم هوس الشراء المنتج اللي حتى فلوسهم مش مساعداهم يشتروه بسهوله. عشان كده في المنتجات الفاخره الندره جزء من المنتج نفسه. بس خلي بالك، ده مش معناه تحرق منتجاتك لو قعد، معناه ان الخاص ماركتنج ديسيجن مش زرار طوارئ. قولي رايك في التصرف ده.